فعلا منبع العظماء في الفن والإبداع وكل أنواع الفنون، فده مش ذنبها، لكن هو فعلا خرج من اسكندرية أعظم العظماء في الفن والإبداع. بنقول مصر طول عمرها ولادة، اسكندرية فعلا هنشهد فيها مثل هؤلاء العظماء. أنا أعتقد إنه اسكندرية ولادة زي ما سعادتك قلت، وإنه عندنا شباب مبدع بس محتاج من يكتشفهم. عندي مثقفين كتير جدا بس محتاجين من يكتشفهم. عندي مطلوب للإعلام أنه يبحث عن هذه النماذج المحترمة، النماذج المفكرة والمبدعة. خليني أقول لك أنه في نماذج شباب ومواهب غاية في الإبداع ومحتاجة بس من يبحث عنها. بالظبط كده، او من يعني يشيل التراب من على بالظبط كده بالظبط كده. فلا، انا بتفق معاك وبقول لك انه الاسكندريه ولاده، والاسكندريه هيطلع منها زي ما طلع منها عظماء، هيطلع منها عظماء اكثر واكثر، لانه عندي لا زالت مناره الاسكندريه، مكتبه الاسكندريه موجوده. هذه المدينه تحتضن ثقافات كثيره جدا ولها بعد ثقافي وحضاري ولها اكثر من بعد، وبالتالي مهم جدا انه يطلع منها مبدعين ومفكرين وشعراء وكتاب وقصين وسيناريست، اشياء كثيره جدا، لانه البحر يعلم الابداع. انما تنظر الى البحر تنظر انه البرودين اور مايند، يعني اللي اتسع الرؤيه، وبالتالي يتحقق الابداع. فبالتالي الاسكندريه والبحر ملهم. الثقافه اليونانيه الرومانيه والحضاره اليونانيه الرومانيه مبدعه. مجموعة الإسكندرية على مدار التاريخ منذ الفتح الإسلامي وما قبل الفتح الإسلامي هي مدينة ذات بعد سياسي وجيوسياسي، ولها طبوغرافيا خاصة ولها ديموغرافيا خاصة ولها سياحة خاصة دينية وغير دينية، فضلا عنها يعني مهبط أو يعني نقدر نقول كل الأولياء موجودين أو معظمهم موجودين في الإسكندرية. الإسكندرية لها أكثر من بعد ثقافي وديني وسياحي ومدينة ساحلية وأشياء كثيرة جدا، يعني يعجز الوصف ويعجز العد عن عدها وحصرها. أجمل فما في هذا المهرجان إنه إحنا بنصدر لشبابنا المبدعين الصغيرين كيف يكون القدوة، ان انا بصدر له فنان فعلا يستحق ان يكون هو ده قدوتك، يستحق التقدير ويستحق التكريم، وهو ده اللي احنا عايزين، ان احنا نغير القدوة للشباب. مظبوط. هو فكرة الربط بين الاجيال امر مهم جدا. فكرة انه لما الشباب يشوفوا اساتذتهم ويبداوا يحتكوا بيهم، هي هنا احترام النموذج والقدوة وان هيختفي اثره، ودي حاجة مهمة جدا، لانه احنا يعني حصل لنا حالة من التغريب حينما تخلينا عن أسوتنا وقدوتنا في كل الرموز وعاداتنا وتقاليدنا، وانسلخنا للتقليد الأعمى والتغريب، فحدث ما حدث من حالة ردة وحالة انهيار إن شاء صح التعبير. ندعو الله أن يكون هذا المهرجان يعني بارقة أمل لكل فنانين اسكندرية وكل مبدعين اسكندرية، انهم هيجي يوم وهتتكرموا ويتم تكريمكم على هذا العطاء لهذا الشعب العظيم. في ختامنا ان احنا بنشكر الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ اشرف الجبالي، مدير التنفيذي لهذا الكرنفال. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.